هي دي بنت حسني مبارك فعلا؟ على التيك توك ظهرت واحدة بتقول إنها مروة يسري، وإنها مش بس ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، لا كمان أمها الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي. مفيش وثائق، مفيش أدلة، بس في مشاهدات وأرقام اتهمت الفنانة وفاء عامر بشكل مباشر بالتورط في تجارة أعضاء بشرية. اتهام مرعب ومفهوش هزار، خصوصا لما يتقال على الملأ قدام جمهور عام وبدون دليل. الفنانة وفاء عامر ما سكتتش، قدمت ضدها 4 بلاغات رسمية، ونقابة المهن التمثيلية دخلت على الخط وعملت لجنة قانونية لحماية سمعة واحدة من فنانيها الكبار. وفاء عامر قالت في بيان ليها: عمري ما خفت من المواجهة، وثقتي في القانون فوق أي حاجة، واللي اتقال مش بس بيضرني أنا، ده بيضر عيلتي كلها. لكن نهايتها ما كانش على لايف، كانت نهايتها على ايد الامن. في 29 يوليو الاجهزه الامنيه قبضت على مروه من بيتها في اسكندريه، والنيابه وجهت لها تهم بنشر اخبار كاذبه والتشهير والتحريض على الكراهيه.